من بعد eFootball ما نزلت التحديث جميع النواسخ بكل أنواعها مبقتش تشتغل. النهاردة جايب لكم الناسخ الوحيد اللي شغال في اللعبة وازاي تستخدمه وازاي تحل المشاكل اللي فيه. بس يا المتابع كده صلى على بسم الله واعمل لايك وفولو. هو ده التطبيق اسمه نيسلاند، هتدخل كده هتعمل اكسبت وهيظهر المشكلة اللي هو لا يمكن إضافة ملف العمل وأقولك تحلها ازاي. كل اللي عليك إنك تدخل على الإعدادات، تنزل تحت لحد ما توصل على المستخدمون والحسابات، وتنزل تحت خالص كده هتلاقي تطبيقات العمل. تعمل إزالة الملف الشخصي للعمل. بعد كده ترجع لتطبيق الإسلام تاني وتضغط على اكسبت وهيدخلك على القائمة اللي انت شايفها قدامك دي. تضغط على كلمة قبول المتابعة يقعد يحمل كده شوية، لما يحمل هتضغط التالي وهيسطب لك كل حاجة، وبعد كده يقعد يحمل له شوية ويظهر لك القائمة اللي قدامك دي. هتضغط على كلمة باسكر جوجل بلاي. عندك بقى هنا قسمين، قسم الشخصي اللي هي تطبيقاتك العادية، وقسم عمل دي التطبيقات اللي هتنسخها في تطبيق إيسلاند. بعد ما نزلنا جوجل بلاي ندخله على جوجل بلاي وندخله حسابنا عادي جدا ونبحثوا على اللعبة اي فوتبول، واللعبة ظهرت تعمل تثبيت وهتتثبت أسرع من الصاروخ ومش هتاخد نت أصلا يعني. زي ما انتم شايفين تم التثبيت ودخلنا اللعبة، وهتقعد كده في قرابة الدقيقة أو الدقيقتين عشان يظهرلك إنك تحمل ملفات إضافية وتعمل تنزيل. زي ما انتم شايفين بدأت تحمل وأخيرا، بس النت عندي ضعيف، بس للأسف مش هتعمل غير نسخة واحدة بس. أنا كان معايا النسخ القديم قبل التحديث، كانت ممكن تنسى أكتر من 100 نسخة، ولكن للأسف بعد التحديث اللعبة بوظت كل النواسخ ومفيش غير النسخ ده اللي شغال، وهتنسخ منه نسخة واحدة بس. وعموما المشكلة بتاعة لم يتم إضافة في ملف الشخص اللي عمل دي المشكلة اللي كانت منعاني إن أنا أنزل فيديو من أسبوع. أنا كنت عارف التطبيق من أسبوع، ولكن لما اكتشفت بقى حل المشكلة قلت أنزل فيديو. جربوا التطبيق وقولوا في الكومنتات هل وقفت معاكم مشاكل تانية غير المشكلة دي. وتقديرا للتعب والتدوير عشان ألاقي حل المشكلة دي، لايك فولو سبسكرايب للقناة، صلوا على النبي واذكروا الله، وأشوفكم الفيديو الجاي.